كرات البطاطس المحشية لحمة أكلة جميلة جدا جدا، جديدة خالص. أتمنى تجربوها معايا، هي سهلة قوي، مش بتاخد وقت أبدا. امبارح بالتصوير بكله ما خدتش مني أكتر من ساعة إلا ربع. هنبدأ الأول إن احنا بنعصج اللحمة كالعادة. بنشوح البصل الأول وبنحط عليها اللحمة المفرومة والتوابل بتاعتنا زي ما مكتوبة بالظبط. وبفضل أقلب فيها لغاية ما أتأكد إنها استوت تماما. الوصفة دي بالذات استثنائيا بحب اوطي النار على اللحمة المفرومة بتاعتي علشان تنزل ميتها اثناء السوى. المية دي بعد كده بتقلها بمعلقتين دقيق وشوية مية قليلة قوي. بتخدم الوصفة بتاعتي جدا جوه الحشو، بتبقى زي جريفي او صوص تقيل للحمة. بتساعد انها بتبقى اضافة حلوة وبتدي طعم جميل جدا لكور البطاطس بتاعتنا اثناء الاكل. لكرات البطاطس بتاعتي بسلق 4 بطاطسات كبار على درجة حرارة متوسطة. بتاخد تقريبا تلت ساعة عشان السوا بتاعهم يكتمل. بتأكد طبعا قبل ما اطفي النار عليها انها استوت باني افوت عليها سكينة واتأكد ان السكينة مرت وسط مكعبات البطاطس بسهولة. بصفي البطاطس بتاعتي كويس من المية وببدأ اهرسها واحدة واحدة كده اهو، من غير ما احط عليها اي اضافات خالص في الاول. اهم حاجة عندي اتأكد انها اتهرست كويس، ما فيهاش اي كلاكيع خالص ولا اي حتت كبيرة. وبعد ما بتتهرس بالطريقة دي بقدر اضيف عليها بقية المكونات. انا هنا استخدمت ملح وفلفل بس للتتبيل، ولو فيكم حد حابب يضيف بودرة بصل او بودرة توم ممكن برضو. البيضة هنا أساسية علشان تخلي قوام البطاطس وقت التشكيل أسهل، وكمان بتبقى إضافة للطعم جميلة جدا. لتشكيل الكور بتاعتي ممكن أعملها على إيدنا عادي، وممكن استخدم الطريقة بتاعتي دي، وهي ان انا بجيب باول صغيرة وبحط فيها بلاستيك راب وببدأ ارص فيها زي لايرز من البطاطس المهروسة اللي انا عاملاها، وجوه بحط حشو اللحمة، وممكن احط على الوش تاني بطاطس، وممكن ما احطش لان في كل الاحوال البلاستيك راب هيزم البطاطس على اللحمة وهيغلفها بالكامل. الطريقة دي انا بحس انها سهلة وبتطلع لي الكور كلها حجم واحد وشكل واحد. بس برضو اللي فيكو يفضل يستخدم الايد او بيستسهل الايد مفيش مشكلة. هي دي بس طريقة انا كنت شفتها على الانترنت قريب وقلت ممكن اجربها، ولقيتها فعلا طريقة سهلة. بجيب البايركس بتاعي اللي هحط فيه البطاطس، بدهنه من تحت زيت علشان الكور بتاعتي بتاعت البطاطس اثناء السوا ما تلزقش في القعر بتاع البايركس بتاعي، وببدأ ارصص فيه كور البطاطس بتاعتي على الوش. بحب علشان ازود الطعم اخليه غني قوي احط كريم الطبخ دايب فيها معلقة دقيق واحدة علشان تتقل وسط السوا. وطبعا بنحط بقى على الوش انواع الجبنة اللي احنا نفضلها. انا هنا حطيت تشكيلة جبن جودة ورومي وموتزاريلا. الجبن وانواعها شيء من اختياركم تماما وحسب ذوقكم. في الاخر بقى دي اضافة بتبقى للتزويق وللتلوين، وهي برضو اضافة في الطعم جميلة جدا. شوية شاري توميتوز لما بتخش الفرن وبتطلع بيبقى روستد وبتبقى حلوة قوي اثناء الاكل. خدت بالظبط في الفرن 25 دقيقة على درجة حرارة متوسطة، وبعد ما بتطلع ده بيبقى شكلها. انا زودت على الوش شوية سبرينج اونيونز او بصل اخضر، بيبقى كرانشي وقت الاكل وبتبقى اضافة جميلة. لو تحبوا تستبدلوه ببقدونس ممكن برضو. انا بحب الجارنش جدا للاكل، بيبقى بيفتح النفس على الاكل وبيبقى خليها شكلها حلو. والف هنا.